بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساء الجميع بكل خير. رمضان كريم وصحة فطور جميع الصائمين. سؤال: ماذا تريد الجزيرة ودول الخليج من إيران؟ كل التصريحات التي طلعت من عدة عواصم من دول الخليج توجه اللائمة لدولة إيران. وهنا السؤال المطروح: ماذا لو كانت هذه القواعد، لو افترضنا أن هذه القواعد الموجودة في دول الخليج كانت موجودة في دولة إيران وانطلقت منها صواريخ أو طائرات لضرب دول الخليج، ماذا ستقول دول الخليج على إيران؟ أيضا احنا قلنا في حلقات سابقة أنه من حق إيران الدفاع عن النفس. لماذا نقول للباكي لا تبكي ولا نقول للضارب لا تضرب؟ يفترض أن دول الخليج تصدر قرار أو بيان تجب فيه أو تندد فيه من استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لأراضيها لضرب دولة إيران. من بدأ الحرب؟ هل تريدون من دولة إيران أن تبقى مكتوفة الأيدي؟ يعني سؤال نوجهه كمتابعين وإعلاميين إلى كافة المسؤولين على مستوى دول الخليج. بعض دول الخليج بعثت برسائل للأمم المتحدة لسنا في حال دفاع عن دولة إيران، ولكن إيران تدافع عن نفسها. أيضا هذه القناة التي تسمى بقناة الجزيرة منذ أن تأسست وفتحت أبوابها، وتعرفون يوم تدشين من حضر إلى قاعة تحرير هذه القناة، رؤوس الكيان حضروا في تدشين هذه القناة، وتعرفون من يدير وراء الستار هذه القناة. هذه القناة عندما يتابعها أي مشاهد له عقل قادر على التصفية وقادر على الفرز يلاحظ أنها تثبت صور لأكثر من يوم. في الوقت هذا الذي نبث فيه هذه الحلقة تبث في فيديو يعتقد بعض الملاحظين أن هذا الفيديو الذي يظهر الذي يحمل عنوان القوات الأمريكية تقصف بعض الزوارق في أحد الموانئ. يقول أحد الملاحظين المتابعين أن هذه الصور أو هذا الفيديو يخص يوم أن هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية فنزويلا. مرة أخرى نعيد السؤال: ماذا تريد دول الخليج من إيران؟ وماذا تريد الجزيرة من إيران؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.